طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده للطلبة أصحاب الضمير وما أكثرهم. لاحظنا إن في ناس بتستحل الحرام بناء على فتاوى باطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبرجاء النشر الفيديو ده على أكبر نطاق، لو سمحتوا كل واحد يشوف الفيديو ده ينشره لأكبر عدد لو سمحتوا، وجزاكم الله خيرا. الموضوع كالآتي: المحتوى الخاص بالكورس بتاع الدكتور شريف الهواري النظري فهو للاستخدام الشخصي للمشترك بالكورس فقط، للطالب المشترك بالكورس فقط. أكرر، فقط، غير كده أنا مش مسامح فيه خالص إن شاء الله. يعني باختصار، لو أنت سمحت لنفسك إن أنت تتفرج على الفيديوهات بتاعتي بدون وجه حق، يبقى أنا مش مسامحك فيه أبدا بأي حال من الأحوال، ومش هسامح إن أنت تعمل كده بأي شكل من الأشكال، سواء بمشاركتك مع الغير، أو استخدام الأكاونت لأكتر من شخص، أو تصوير المحتوى أو تداوله في صورة ريكوردات أو فيديوهات. ولم يصدر عن الدكتور أو أي حد من تيم الكورس أو الأكاونت الأساسي للكورس خلاف ذلك. اللي هيعمل غير كده واللي هيستحل لنفسه إنه يستفيد من الكورس ده بدون وجه حق ومن غير إذن الدكتور، من غير إذني أنا شخصيا، أنا دكتور شريف الهواري، فأنا خصمه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إن شاء الله. والطالب اللي عنده مشكلة مادية ومحتاج الكورس جدا جدا أو الكتب بتاعتي جدا جدا، يقدر يتواصل مع المساعد بتاعي، والمساعد بتاعي هيوصله ليا أنا، وربنا قدرني على فعل الخير معاه في سرية تامة، في سرية تامة إن شاء الله. وبمناسبة الكتب، صحيح أنا مش مسامح نهائيا إن شاء الله بنسخ أو تصوير أو طباعة الكتب أبدا، مع العلم أن الموزع الوحيد ليها هو المكتبات الموجودة داخل القصر العيني فقط، فقط لا غير إن شاء الله. ويبقى المرجع الوحيد للمحتوى المجاني الخاص بالدكتور شريف الهواري هو الفيديوهات الموجودة على قناة اليوتيوب الخاصة بيه، قناة اليوتيوب بتاعته هو بس، وده اللينك بتاعها. تقدروا توصلوا بسهولة للمحاضرات دي على قناة اليوتيوب بتاعته من خلال البلاي ليست الموجودة على القناة دي، وتحملوا المحتوى بتاعها من عليها بسهولة جدا إن شاء الله. وفي الأول وفي الآخر نصيحة، يعني قبل ما تعمل حاجة زي كده بعتبرها خطأ أخلاقي كبير، اسأل ضميرك واسأل أسرتك، اسأل كده والدك والدتك، قل له أنا بعتدي على حق الدكتور شريف الهواري أو حق دكتور تاني من غير وجه حق، ده ماشي ولا مش ماشي؟ اسأل أسرتك، اسأل والدك والدتك. وأنا متأكد تماما إن والدك والدتك المحترمين اللي ربوك تربية محترمة هيدلوك على الصح وهيدلوك على الطريق الأخلاقي المظبوط إن شاء الله. اسأل ضميرك. وبعد ده كله، لو انت مستحيل لنفسك انك تعمل كده، اتفضل اعمل كده، اتفضل خش الامتحان وانت معتدي على حق الدكتور اللي علمك، اتفضل ابقى دكتور وتخرج وانت معتدي على حق الدكتور اللي علمك. وفي الاول وفي الاخر الدكتور اللي علمك ده اللي بيعمل لك الفيديو ده مش مسامحك ابدا ان شاء الله، وخصمك يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى حين تجتمع الخصوم ان شاء الله.